تخيل تلاقي كنز حياتك في الخردة دي. ده دكتور دايسون، دكتور أطراف صناعية، وكان بيروح عند الخردة دي يجمع أطراف صناعية ويساعد بيها الناس اللي بتيجي تتعالج عنده. لقى دمية عايشة وأخدها على معمل وركب لها جسم صناعي كان عامله قبل كده لبنته اللي ماتت في حادثة مؤلمة ليه. وبتقوم البنوتة الجميلة الصناعية بتنبهر من نفسها ولكنها كانت للأسف فاقدة الذاكرة. وابتدى دكتور دايسون يتفقد حواسها ومحبتش قشر البرتقان، ومن كده عرف إنها شغالة كويس. وابتدت تعرف إن العالم مقسوم عندهم لاتنين، ناس عاديين خالص وناس خارقين عايشين فوق في مدينتهم وواخدين اسم زالم، ودي بيكون فيها الفنادق اللي هي الفايف ستارز، حاجه كده اخر الاجه. وطبعا الطبقه اللي تحت بتخدم على الطبقه اللي فوق اللي هي زالم، ممنوع حد من تحت يطلع فوق. وابتدى دكتور دايسون يسمي البنت الصناعيه اليتا، وابتدت تحضنه. للاسف كانت بتفكره ببنته جدا، وهي ماشيه في الشارع ابتدت تنبهر بلعبه كده ولقت كلب فحبته قوي وخدته ليها. ولقت ورقه مطلوب فيها محتاجين 6 بنات قتالين قتله والجايزه هتكون 20,000. ولما الروبوت كان ماشي وهي ما كانتش واخده بالها منه كان هيدوسها، ولكنها انقذت كلبها. واللي انقذها في الوقت ده الشاب الهمام اللي على الحصان الابيض اللي هو هوجو. وابتدت اليتا تلاحظ دكتور دايسون خارج بالليل بيتسحب وايده مليانه دم. وتاني يوم لقيت واحد جاي يركب عنده اطراف صناعيه بسبب لصوص الاطراف الصناعيه. بص يا اصحابي، كان في معركه حصلت زمان بين الناس المجرمه والناس الكويسه، وكان في شرطه في الوقت ده توقف المجرمين عند حدهم. بس بعد ما المجرمين بقوا تبع منطقه زالم، المنطقه المدمره القويه، بقى في حاجه اسمها سائق جوائز، وما بقاش في شرطه خالص. يعني ايه سائق جوائز؟ انه كل ما يقتل المجرم ويودي راسه وياخد بدلها فلوس، وكمان مسجلين الناس دي بكروت خاصه في مدينه خاصه. يعني معنى كده الراجل اللي كان جاي يتعالج عند دكتور دايسون يركب ايد او رجل، ده في حد استولى على ايده او رجله وابتدى يتاجر بيها في السوق السوداء. وابتدت طبعا اليتا تشك في الدكتور لان كان شايفاه متسحب من كام يوم. وطبعا الراجل اللي واقف ده قال لها كان في واحده كمان اتقتلت، خلي بالك من نفسك يا اليتا. ودكتور دايسون نبه على اليتا ممنوع الخروج بالليل. وخرجت اليتا وشافتها ست الكل شيرين طليقة دكتور دايسون، ولاحظت اعضائها المتركبه بتاعت بنتها الله يرحمها. وقابلت اليتا هوجو صاحبها وهو بيلعب موتو بول، وانضمت للفريق معاهم. اي نعم اتكسرت حبتين ولكنها قامت وكسبتهم. اما شيرين راحت لطليقها دكتور دايسون وابتدوا يشربوا كوبايتين شاي، وابتدت تقول له انت دكتور اعضاء زي الفل، تعالى نتفق انا وانت ونطلع مدينه زالم تاني. قال لها خلي فيكتور ينفع نفسه، فيكتور ده يكون رئيسها. وبعد ما خلصت اليتا لعبها مع سوبرمان هوجو وصلها لحد البيت، ولقت في وشها صياد محارب جوائز اسمه زبان بيدور على فريسته. وابتدت تطلع مع هوجو لاعلى مكان قريب من مدينه زالم. واستغرب هوجو انها ما تعرفش المكان ده خالص رغم انها خرده من مدينه زالم، يعني انها كانت عايشه في مدينه زالم. وتاني مره اليتا تشوف دكتور دايسون خارج متسحب وابتدت تمشي وراه. وطبعا اليتا مراقباه طول الوقت، ولما لقيته بيطلع سلاحه وقفته. اكتشفت ان هو مضحوك عليه وان ده فخ عشان يقتلوا دكتور دايسون. ولكن قبل ما يخلصوا على دكتور دايسون انقذته اليتا وخلصت عليهم كلهم ومزقتهم قربا. وابتدت تفتكر انها كانت محاربه في زالم فعلا، وطبعا كسرت له دراعه. واول ما اليتا ودكتور دايسون روحوا البيت وابتدت اليتا تقول له انت دكتور زي الفل، ايه اللي خلاك تشتغل مجرم؟ قال لها في يوم من الايام كان في مجرم بيتعالج عندي، وفي يوم كان في حاله غير طبيعيه ودخل يسرق مخدر لي، ولقى في طريقه بنتي اليتا واخدها في الرجلين وماتت. ومن ساعتها كرست نفسي ان انا ابقى صياد مجرم واخد جوائز ماديه على كل راس بقدمها. وطبعا طنط شيرين انفصلت عنه من وقتها، ولما عرفت شيرين اللي عملته اليتا في غوريشكا اتصدمت وقالت مستحيل انها تكون طبيعيه. فاخدته عشان تصلحه. جه فيكتور وعرف مين اللي عمل فيه كده وطلع له عينيه الزرقاء عشان ينيمه حبتين، وعرض على دكتور شيرين عرض عليها انها تكون تحت خدمته وهيطلعها زالم تاني. وطبعا راحت اليتا مع الدكتور يدوروا على الروس اللي عليها جوائز، وكانت عايزه تبقى صياده زي اديسون لانها لما بتحارب بتفتكر حياتها القديمه. ولكن دكتور دايسون رفض تماما واخدها هوجو مسابقه الموتوبول، وابتدى يقول لها اللعيب اللي هيقعد كذا سنه محدش يهزمه هيكرموه ويطلعوه مدينه زالم. وطبعا شيرين وفيكتور راحوا يشوفوا اليتا بنفسهم. واما هوجو سابها وطلع تبع فيكتور وانه بيساعده في جرايمه. وفيكتور موت الفايز لصالح اللعب. ليه ان شاء الله؟ علشان يكون في منافسين اكتر لانه بقاله كذا سنه بيكسب. اما هوجو اخد اليتا تاني يوم لرحله استكشاف نفسها وقال لها بصي دي سفينه فضائيه ايام المريخ كده وقعت ضحيه لمدينه زالم، شوفيها يمكن تتعرفي عليها وتطلعي تبعها. ونزلت اليتا فعلا وراحت لاوضه القياده واكتشفت انها بالصدفه عارفه الرقم السري. ودخلت لقت مجسم اخدته وقالت ده اكيد بتاعي، وراحت لدكتور دايسون عشان يركبه لها ولكنه ما وافقش واتنرفز منها. وبعد كده اخدها هوجو وراحت تسجل نفسها صياده جوائز واخدت كارنيه كمان. ودخلت كافيه كده لقتالين القتله وراحت لزبان وقالت له الحق انا معايا الكارنيه ممكن ادمرك، وبتعرض عليهم ان هم يتفقوا ضد غريشكا. وطبعا اتريق عليها زبان وقال لها انتي بسكوته خالص. وطبعا البسكوته دي جابته الارض، سوري جابتهم
بيهم كلهم الارض. واتفاجئ دكتور دايسون من اللي عملته إليتا في قتالين القتله دول. وطبعا جه غوريشكا العملاق وقتلها كلبها وحاول يهاجمها ولكنه ما عرفش، فاخدها الارض معركته علشان يخلص عليها، وللاسف كسر لها جسمها كله ولكنها ما استسلمتش، اديته بايديها التانيه في عينيه وجري منها. وابتدى دكتور دايسون يشيل إليتا ويخرج بيها، وقابل شيرين اللي في لحظتها افتكرت بنتهم وهو شايلها على ايده كده. واما دكتور دايسون اضطر ان هو يستخدم الهيكل الصناعي اللي كانت جايباه قبل كده من السفينه الفضائيه، وطلع مظبوط عليها بالملي. واول حاجه فكرت فيها إليتا هو هوجو. اما غوريشكا راح لفيكتور وشيرين وطلب منهم انهم يدمروا إليتا. واما فيكتور فكر فكره جهنميه انه يجيب هوجو ويطلب منه ان يقنع إليتا تدخل مسابقه ريد بول. وابتدى هوجو يقول لها انا محتاج فلوس يا إليتا علشان اروح مدينه زالم. فقالت له طب خد قلبي، ده اقوى قلب في العالم. ابتدى هوجو يقول لها لا انا راجل ما ينفعش اخد قلب واحده ست. فقال لها بصي انت تقدري تسابقي في مسابقه الريد بول دي وتكسبي وتديني الفلوس وانا اطلع مدينه زالم، وانت عشان كسبتي نطلع مع بعض. فقالت له زي الفل، انا هروح واستعد للمسابقه. واستعدت إليتا فعلا ودخلت المسابقه. اما فيكتور دخل للمتسابقين قبل المسابقه وقال لهم اللي هيقضي على إليتا هياخد نص مليون، وده كان اكبر عرض مغري. اما هوجو وهو في طريقه للمسابقه لقى واحد صاحبه بيقتل، وظهر له زبان وقتل صاحبه وحاول يقتل هوجو ولكن هوجو هرب منه. نيجي بقى للمعركه الحقيقيه. لما دكتور دايسون لقى ان كل اللي مع إليتا صيادين وحوش، ابتدى يقلق منهم وحذرها ان كلهم داخلين يقتلوها. وطبعا إليتا رفعت راس الدكتور وكسرتهم كلهم. وطبعا هوجو في الوقت ده حاول يستنجد بيها من زبان اللي بيجري وراه. وطبعا إليتا تسيب هوجو، لا تروح وراه علشان تنقذه. ووراها طبعا الصيادين، ولكن قبل ما توصل عطلها كام صياد كده وخلصت عليهم ببساطه. وزبان وصل لهوجو فعلا. اما إليتا وصلت في نفس الوقت وعرفت ان هوجو صياد ومطلوب القبض عليه، وما كانش ينفع تدافع عن فريستها. وحاول زبان يقتل هوجو، اما إليتا اتصرفت واخدته ودخلت بيه بيت علشان بتحبه وتحاول تنقذه. ولكن شيرين طبعا كانت وراهم وحاولت تساعد إليتا بالفعل هي وهوجو، لانها افتكرت بنتها في الوقت ده. واما شيرين فكرت فكره جهنميه ان هي تفصل راسه وتوصله بقلب إليتا عشان تطلع إليتا بره وتقول لهم انا خلاص جبت لكم راسه، ويطلع ان هو حي في الاخر. وطبعا دكتور دايسون اتكلم مع إليتا وقال لها مفيش وصول لزالم بالفلوس. وعرفت ان فيكتور كان بيضحك على هوجو وكمان إليتا، لان كان دكتور دايسون كان هو هناك هو وزوجته وشال علامه زالم من على راسه بعد موت بنته. اما إليتا رجعت لهوجو الحياه من تاني وراحت لبيت المصيده ودمرت اجهزته كله. ووصلت لفيكتور بنفسها وقالت له انت ضحكت على هوجو وقلت له ان زالم محتاجه فلوس عشان نطلع فوق، وده ما بيحصلش ابدا. ودكتور فيكتور حاول يثبت إليتا وبيقول لها ان هو بيوفي بوعده ويطلعهم مدينه زالم زي شيرين اللي عملها اجزاء كفته، ودي طريقه الوصول لزالم. ووصل غوريشكا طبعا وحاول يموت إليتا، وافتكرت الحرب اللي ابتدت تخرج منها وابتدى جرحها يلتئم. وطبعا كسرت غوريشكا النصين ودخلت على راس الكبيره فيكتور، وتحول فيكتور لنوفا اللي هو الاصل اللي عايش في مدينه زالم، وابتدت تخلص عليه. وطبعا دلوقتي هي خلصت على مين؟ على فيكتور مش نوفا. اما دكتور دايسون بلغها ان هوجو بيحاول يطلع مدينه زالم، وطبعا راحت وراه جري وحاولت تنزله ولكنها ما قدرتش توصل له، لان السنون اللي بتنزل من منطقه زالم خلصت على اجزاء. وحاولت إليتا تمسكه ولكن للاسف هوجو مات للابد. اما إليتا دخلت المسابقه من جديد علشان تروح مدينه زالم، ونوفا بيتفرج عليها من زالم بنفسه وبتوجه سيفها لزالم انها هتنهي عليها. وبكده يكون انتهى فيلمنا يا صحابي. اشوفكم على خير في فيلم المره اللي جايه.